الشغل الجديد بقى اللي عند مرمر اللي انتوا شفتوه بقى في الاول ده حاجات كلها مصوراها قبل كده، بس بصور تاني عشان الناس اللي اول مره بتتابعني. اي شادو، بصوا حاجه كده معلهاش كلام، فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. طب هنصور عميان يا مريان ولا نفتح كده ونشوف؟ هفتح لك بس. الجديد بقى عندك ده ايه؟ ده حواجب 24 ساعه، مسكره حواجب ثبات 24 ساعه. عندنا بني بدرجاته اهو، مفيش اسود يا مريان صح؟ لا في غامق، لكن في غامق لكن اسود لا. طب زي ما متعودين مني قربي لنا كده على ايديكي. طبعا الشتاء داخل علينا بقى للجسم كله، كعب الرجل والبشره وكل حاجه. شمي بقى. هو من بره هو متبرشم، بس مبدئيا كده ريحته حلوه من بره من قبل ما افتح، فما بالكم بقى لو فتحت. طب رايك عجبك؟ حلو، هاخد منه. هتاخد منه الزبونه، هو حلو بصراحه. ينفع لايه؟ للدمع العين اللي هو في اول العين، اللي في اول العين زي الكحل الابيض كده. تمام. هينفع هايلايتر لان لونه بصي. تعالي بس في الضله كده عشان هو مش واضح معايا اهو. تابعتي واحده مريم. هايلايتر ينفع شادو، ينفع للدمعه اللي عند العين زي الكحل الابيض، وده اقوى كمان في لونه. ورينا الجمدان ده. واو، ينفع كده يا مريم؟ يعني لو عروسه هيبقى بصي مش محتاجه تروحي. طب لو عروسه بقى طلعي لنا درجات العروسه كلها. دي بقى قلمت الرشد. ايه بقى دي؟ كبسولات روج دي؟ دي جديده بقى عندها. سحري. ده حلو قوي، جيب اسمه جيب. طب انا اول مره اشوفها واشوف الاختراع ده عندك، ما شفتوش عند حد. لسه مش عارفه. الاثنين بصراحه، يعني انا لو هختار انا مش عارفه اختار دي ولا اختار دي، بس انا لو معايا امكانيه هاخد الاثنين حلوين، والوان دي غير الوان دي. وطبعا ماي سينما ماركه معروفه. هي بني شوكولاته ب 25 سعرها حلو. انت جربتي دكتور رشيد ده اللي فيتامين سي؟ بصوا العلامه المائيه اهي، وعرفتي ان هو الاصلي عند مريم. وده جميل. وجربتي ده من عندها برضو؟ بتحلفي بالله؟ والله العظيم بتحلف بالله. وبصوا انا والله وانا واقفه بصور قالت لي ده جميل، وانا خدته من مريان. ده ب 75 اللي هو ديزار، ده فيتامين سي ب 75 زي ما بتقولي المدام. ب 75. عرفت ان انت فعلا واخده منها. طب بما انك خدتي منها حاجات ثانيه ولا هو الشغل ده بس؟ انا خدت منها وخدت هيلونيك اسود. طب حاجات للشعر بقى. وحاجات للشعر، امبولات الشعر اللي هي دي اللي بتتم كده. طب قولي لي بقى ايه رايك في منتجاتها؟ اصليه؟ والله هي جميله جدا. طب عملت معاكي نتيجه؟ ما بوظتش شعرك؟ ما اثرتش في بشرتك؟ يعني والله فعلا الحاجه حاجاتها حلوه اصليه. دي زبونه برضه يا جماعه، انتوا عارفين انا بحب اخد راي الناس، والناس اصلا فهي لا تعرفي رايهم اللي هيتصدق، مش صاحب الفرش او صاحب القناه اللي هيتصدق. هي صاحبه الفرشه لا تعرفني ولا اعرفها. بالظبط. بصوا في زبونه هنا واخده شويه حاجات من عندها. انت قلتي لي شميتي البرفان ده صح؟ حلو. ده عامل كام البرفان اللي في العلبه ده يا ام صبحي؟ 65. ده التستر بتاعه، والعلبه الاصليه اهي الازازه الكامله 65 جنيه. ده رجالي، وفي حريمي عنده. هشوفها برضو البرفانات دي مكانها فين. عندهم رجالي وعندهم حريمي. ده بتاع ناس هو خليه يجيب لك بقى غيره. اتفضلي يا باشا. وفي ناس بتستخدمه للحواجب، لتكثيف الحواجب. ما شاء الله مريان عليها زحمه. ده دليل ان هي شاطره ومنتجاتها حلوه، معلهاش كلام. محدش بيرمي فلوسه في الارض. الناس بتروح وتيجي على مريان، ناس قدام وناس بيجوا على اسمها. مريان هنا ما شاء الله اشهر من النار على العلم، مرمر الوكاله او ترند الوكاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا في احسن حال. النهارده معانا جوله جديده من جولات سوق الحدث في وكاله البلح. جولتنا من عند مرمر الوكاله او ترند الوكاله. ناس كتير بتحب جولات مرمر الوكاله علشان كل اسبوع بتنزل شغل جديد، والنهارده الجديد شديد عند مرمر الوكاله. جايبه حاجات انا ما شفتهاش قبل كده. ما شاء الله فرش مرمر الوكاله متنوع. النهارده لقيتها متنوعه في حاجات كتير من منتجات العنايه بالبشره والشعر. كمان نزلت منتجات كتير من الميك اب. شفت النهارده عندها شويه حلويات تستحق فعلا التصوير. وهي مرمر واحده بس موجوده في شارع الخضراء قدام مدرسه النيل التجريبيه. طيب نوصل لها ازاي؟ لو جايين من ناحيه الكورنيش بندخل في الشارع اللي فيه مول ممشى مصر وبنخلصه، وشارع صغير، ونمشي على شمالنا على اليمين بيقابلنا المدارس ومريان قدام اخر سور مدرسه النيل التجريبيه. وده مكانها الاساسي، كل حد وما بتتنقلش. والناس اللي بتسال على يوم الجمعه، مريان لغايه الوقت يا جماعه ما بتنزلش الجمعه، بس ان شاء الله هي هتاخد مكان، وهنزل اصور لكم المكان الجديد يوم الجمعه علشان نرضي ناس كتير، لان في ناس كتير طلبوا منها ان هي تفرش يوم الجمعه علشان اجازتهم الجمعه. تعالوا بقى نشوف الجديد اللي عند مرمر الوكاله، ونشوف كمان في منتجات كتير نزلت في اسعارها. هسيبكم مع الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناه. والجوله هتكون على جزئين، ده الجزء الاول، وعاوز اقول لكم كمان وصف المكان متصور اخر الفيديو. سيبكم مع الفيديو ويا رب يعجبكم. نسمي الله ونبدا الفيديو ونشوف شغل مريان، ونشوف ايه الحاجات الجديده اللي موجوده عندها النهارده، وتحطيم اسعار عند مرمر الوكاله او ترند الوكاله زي ما الناس مسمينها.
بس هي ما شاء الله عندها حاجات كتير. الفرش دي بتاعت التشابك حلوه واسعارها اقل من اي سوق كمان، اي فرشه واي مكتبه. هي ب 20 ولا 25 كده مش فاكره. دي 15 دي 20 والثانيه ب 15. دي ب 20 ودي ب 15 بتاعت فك التشابك. فبيبقى فرقها 5 جنيه عن اي فرش وعن اي محل، عشان انا اولادي كانوا جايبين الواحده ب 20 جنيه اللي هي ام 15 دي كده ب 20. انا من رايي دي افضل. والليفه دي ب 10. الاسبونجه دي حلوه جدا جدا ما شاء الله. دي بتطلع خلايا الجلد الميت، انا مستخدماها من عند مريان والله جميله قوي. بتطلع خلايا الجلد الميت، وطبعا في الوان منها، الناس اللي ما بتحبش الالوان الصفرا دي. حلوه لا رهيبه. عندها اقلام الكحل دي برضو، الحاجات دي موجوده عندها على الترابيزه. دي اقلام كحل ماك مش تقيل. دي ب 15. ادي دول ب 70. بصوا بكام قلم الكحل يا عم صبحي؟ ب 20 جنيه. وعندها الصبغه الايطالي دي من غير امونيا. الصبغه الايطالي دي ايطالي يا جماعه، دي حلوه جدا وناس كتير بتاخد منها. دي ب 40 جنيه. دي ب 20 على فكره، دي حلوه قوي بتفك التشابك. بصوا بقى عندهم الحنه دي مستورده، دي حنه شعر. دي عامله كام الحنه دي يا عم صبحي؟ هي كانوا بيشكروا في الحنه 25. دي ايطالي من غير امونيا. الوانها ايه بقى الصبغه دي؟ صحراوي، البني الصحراوي والنبيتي صحراوي، بني صحراوي ونبيتي واشقر. البرفانات دي حلوه قوي قوي قوي، انا كنت باخد منهم الصغيره. هو الجديده اللي عندهم ابو 25 جنيه البرفانات الكبيره دي. دي حاجه مين دي حاجتي؟ احنا لسه بصوا بقى الصغيره دي ب 15. دي 15. واللي من غير مبسم برضو 15. اللي من غير مبسم ب 10 جنيه. البرفانات دي حلوه قوي يا جماعه والله العظيم. هنجربها معاك انا اهو. اللي بالمبسم الحجم الصغير ده 15، اللي من غير مبسم ب 10. خدت 50. حلوه قوي. ممكن عندك ازازه برفيوم قديمه تحط لها المبسم ده. انا عايزه دلوقتي اللي هو البني، انهي واحده البني؟ دي كده 10 الحجم الصغير ده. ولا اخدها حاجه ثانيه؟ البني دي ده ايه؟ بصوا الاحجام الكبيره دي ب 25 جنيه. طب هو بيتضاف عليها ايه بقى؟ بيضاف عليها اكسجين. عنده بصوا 25. البرفانات دي حريمي او رجالي. 15. ودي بكام؟ في انواع ثانيه. دي بكام؟ 40. بصوا دي ب 25. طب اللي الكبيره اللي هي من غير مبسم 25. اللي من غير مبسم و25 برضه. الشامبوهات دي حلوه قوي قوي قوي، وكل ما اجي عند مريان اصور الشامبوهات اقول لكم حلوه. انا كنت واخده هيدن شولدرز ومش موجود في الصيدليات. بصوا حلوه قوي ب 25 جنيه. عندها شامبوهات. البرفانات بتاعتك دي بكام بقى؟ بصوا في الفيف، برفانات الرجالي. بصوا وفي سباركل دي اصليه يا جماعه، دي بواقي صيدليات. وفي البيرت بلس. عايزه حريمي الرجالي. بصوا ده دورو، دي حاجتنا. ده جل دورو. وانا خدتك 50 من حاجتنا، يعني ناخدها ونمشي. بصوا ده دوف شامبو، اي حاجه ب 25 جنيه يا جماعه. وصام سلك ده الاصلي اقسم بالله، ده انا خدته بقى اول ما جابت الشامبوهات اللي هي بواقي الصيدليات. حلو جدا. ده ايه بقى؟ ده صام سلك برضو، ده 25 وسعر ثابت ومصوراه معاها بنفس الثمن بقاله كتير قوي بنفس الثمن 25. الاكس الرجالي اهو زي ما انتم شايفين، ده باكياسه مغلف. هتاخدوا الثلاثه ب 100. في انواع اللي انت عايزها. ده ايه ده بقى؟ ده جل جل شعر. عامل كام ده؟ ده عامل 35. 35. بصوا الحاجه بقى، الناس اللي بتقول الحاجه دي علينا منتهيه الصلاحيه ومضروبه والكلام ده، بصوا الحاجات جايه متبرشمه اهي، ومش اول مره اصور بمريان. واي حاجه من حاجات مريان ما شاء الله حلوه جدا وعن تجربه يا جماعه. وباخد راي الناس اللي بتشتري، الناس القديمه اللي بتيجي وتروح على مريان. بقول لك ايه الحمله اللي انا بقوله على ده ايه بقى؟ ده فازلين ده يا مريان؟ ده فازلين طب يا جماعه. حتى معاه 5 جنيه. طيب هو بيطر الشعر وبيمنع هيشانه. طب عامل كام ده؟ الصابون اهو. عامل كام؟ 30. خلاص واحده ولا اثنين يابا. طيب عندنا الصابونه بتاعت لبان الذكر دي، انت قلتي عامله عرض للمتابعين بقت ب 30 واللي كانت بتباع ب 35. مريان المورد ده سعره كام؟ 10 ب 10. الواحده ب 10. وهنا الكعب الغزال ده
ده كريم لكعب الرجل بصوا ب 10 والمورد ده ب 10. العود الملكي النهارده عامل كام العود الملكي ده؟ ايه؟ المخمريه دي حلوه قوي العود الملكي ريحتها قويه. يعني انت مش طالعه. قولي لي بكام يا مريم؟ ب 10 جنيه. بص مرمر اهي بتفتح لنا عشان نشوف البلسي اصلا القمر دي. الزبونه بقول لها ب 250 جنيه مش مصدقه، بتقول لي معقوله كل دي ب 250؟ وريني كده. اي الوانها تحفه حلوه قوي، تنفع للميك اب ارتست للعرايس بقى على التسريحه شكلها كده. بصوا اخر جنان. عندنا في منها الالوان الكريمي المط، عندنا البرونز حلوه قوي 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 قوي. بصوا الوان الشادو تحفه وهايلايتر كمان. هي طبعا كل بلد بتبقى مختلفه فيها درجات غير اللي جنبها يعني. بصوا دي حاجه تانية هوريها لكم. بصوا حلوه قوي قوي قوي. الله حاجه كده والله يا جماعه مش عارفه اديها حقها. هغني لها اغاني دي يا مريان. قلتي سعرها كام؟ وريني كده ديت اللي في ايديك 42 شادو يا جماعه ب 250 جنيه والعبوه سليمه اهي وما فيهاش حاجه ناقصه ولا عين متهالكه. ده شغله كله جديد وطبعا الوان مختلفه. هطلع لكم بقى للعرايس لو عاوزه تشكيله هطلع لكم الوان وانتوا تختاروا. فيها الوان كتير، فيها الالوان اللي هي الفرايحي قوي دي والالوان الناعمه دي. حتى انا ملاحظه ان في بص المدور ده والمربع ريان ولا هايلايتر. ده هايلايتر يعني هنا فيها هايلايتر وشادو. الصبغه عند عم صبحي. وريني الصبغه يا عم صبحي. انت روحي له بقى من هناك. ودي ميه سينما. ميه سينما جايبه كمان ميه سينما اهو. وريني كده. الله حلوه قوي قوي ما شاء الله تبارك الله تحفه حلوه قوي. الوان برونز برضو وفيها الوان مط وكريمي وباودر. دي عامله كام بقى دي؟ 250. بصوا حلوه قوي. لا ما شاء الله حلوه حلوه قوي للعرايس واسعارها حلوه. هتاخدي الباليتين. طب لو انا عروسه بقى واخد 2 او انا هاخد 2 منك على العموم هتديهم لي بكام؟ هتبقى يعني بكام؟ قولي كده عشان الناس تتشجع وتنزل. لما تجيلي احسن. لي بقى كده حاجات القمر دي. بصي يا مره ده بقى دكتور رشيل. ده عامل كام ده يا مريان؟ وده الاصلي والاعلامه المائيه اهي. بصوا اهو هنطلعه لكم عشان تعرفوا ايه وتاكدوا غير راي المدام برضو واكدت ان هو الاصلي. بصوا ده فيتامين سي. صن بلوك خلصان. انت ما قلتيليش عامل كام ده؟ في صن بلوك مستورد 110. عامل انت حافظه بقى الاسعار. الكيش كينج ده كنا صورناه الاسبوع اللي فات برضه هنعرف اسعاره للناس اللي اول مره بتتابعنا. ده بلسم ده حجم كبير. اسمعيني طيب. ده عامل كام ده؟ طب اسمعيني. لا مش هنزل فيها جنيه. طب اصبري بس عليا لحظه بالله عليك عشان بنزل. ده بكام؟ الكبير ب100. الكبير ب 100. قلت لي فيه الوسط ب 75 والاصغر ب 50 اهو يا جماعه. جايبه كمان ايلاينر ده ووتر بروف. ده عامل كام ده يا مريان؟ ايه يا بابا؟ كام؟ ب 20. ده جديد بقى ما شفناهوش معاه قبل كده. بصي توهتينا ونسيتينا اقلام الحواجب دي او مسكره الحواجب. تجربي لنا كده بايديك الجميله. دورينا بس درجه كده. دي مسكره الحواجب الجديده عند مريان. انت قلتي سعرها كام؟ 25. تعالي بس هنا في الضله كده عشان ايه الاضاءه ما بتبقاش ظاهره في الشمس. ما كونيش. بصوا يا جماعه اهو. اول ما فتحت اول نقطه حطيتها على ايدها. بصوا انت قلتي ثبات قد ايه؟ دي ثبات 24 ساعه مكتوب عليها اهي. يعني غسلت وشي هتفضل ثابته زي ما هي. تمام. و25 جنيه سعرها حلو. عندنا درجات منها الوان اهي البنيات الغامق البني الفاتح شويه بني شوكولاته. و25 سعرها حلو. دي من ايفر بيوتي كمان يا جماعه. انهي نوع؟ وده الجل صح؟ لا ده سحري برضه. ده سحري اللي هو الجل قلم روج جل سحري. ابص بقى باللون بيتحول اهو بسرعه. كام يا مريم؟ هو في منه درجات؟ ثابت 24 ساعه. ده ينفع تنت يا مريان صح؟ ده في منه درجات؟ درجاته ايه طيب؟ ورينا كده. هو مش واضح في ايدها. استني عشان عايزه اركز معاكي لان في شغل هيعجبك. ان شاء الله. يا فرشتك كلها حلوه يا جماعه. فرشتها تحفه ومبهره. طب وانت بتدوري قولي لنا كده كبسوله الروج ده عامل كام؟ كلها على بعضها ب 35 جنيه. الشغل الجديد اهو يا جماعه. ده ايه بقى ده؟
بصي بقى ده هينفع اي شادو، ينفع لتدميع العين اول العين. ينفع لإيه؟ للدمع العين اللي هو في اول العين. اللي في اول العين زي الكحل الابيض كده. تمام. هينفع هايلايتر لان لونه بصي. تعالي بس في الضله كده عشان هو مش واضح معايا اهو. بعتي واحده مريم. هايلايتر ينفع شادو، ينفع للدمعه اللي عند العين زي الكحل الابيض، وده اقوى كمان في لونه. ده عامل كام بقى ده؟ طب ورينا شكله كده عشان الناس تاخده سكرين وتجيلك عليه على طول. الثبات يعني بصي مش قادره. وفي منه درجات كمان. ورينا الجمدان ده. واو. ينفع كده يا مريم؟ يعني لو عروسه هيبقى بصي مش محتاجه تروحي. طب لو عروسه، لو عروسه بقى طلعي لنا درجات العروسه كلها. يا مريم وفي عاوزه الوان تاني. في كل الالوان دي يا مريم. حلوه قوي. مريم الروج ده في كل طب الالوان. جمعي لي الوان العروسه كلها كده وقلنا بكام؟ 65 جنيه. ب 65. لو العروسه هتاخد كميه هيبقى في خصم بقى طبعا، مش تاخد الواحده ب 65. صح الكلام؟ البتاع بتاعي مريم تجيب كام يا مريم؟ يعني لون لافندر بدرجته، اللون اللي هو النحاسي، اللون الاوف وايت ده. حواجز يا مريم. بصوا الناس واخده منه، ايه رايك؟ عجبك؟ حلو هاخد منه. انا عاجبني اكتر حاجه الحاجات الجديده اللي عندها دي. انا عايزه واو، لا كل لون احلى من التاني. حلو قوي ما شاء الله. بصوا ده لون كمان. يا مره هتاخدي من ده ايه؟ هاتي الدرجه بصوا بقى ده. الدرجه المدمن. معانك فين يا حلو قوي. الله، لا ده جميل انهي قوي. معالج بتاع ايه؟ قولي. تحفه. بصي معايا. طيب هو قولي لنا كده درجاته كتير تمام عشان ما نعطلكيش والناس تمشي. عاوزه الموف؟ كام ده يا مره؟ خدي يا مريان كده. بصي في مدام خدت مني واحد موف. طب اديني انا قلم الحواجب امشي. حلو كمان ده. حلو من قبل ما تحطيه وانا بقول حلو عشان انا بحب اللون ده قوي. ده ممكن بقى الوان حلوه. طب امسكي كده، امسكي. هي عشان عايزه ايه بقى؟ بص انا عايزه بص قربتي كده شويه. الهالات السوداء مريم اهو. في حاجات جديده جايباها. بتاعت ايه يا بابا؟ جايبه قلم كحل ثابت 24. طب انا بصي هفصل ومشي الناس. بصوا بقى الهايلايتر ده حلو قوي 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 والله العظيم يا جماعه. اللي بيستخدموه الميك اب ارتست حلو قوي، بيدي لمعه قويه، بيدي نضاره حلوه قوي في البشره وسعره رخيص قوي. ده ب 20 جنيه وبره بيتباع باغلى من كده، وخدوا سكرين واسالوا عليه بره بيتباع بكام. هو في درجه 1 ودرجه 2. جيل البانل دكر ده اللي لا يعلى عليه وناس كتير شكروا فيه جدا جدا، وهو سعره بره اغلى من كده. ده بيفتح البشره وبيشد التجاعيد وبيشيل البثور السوداء. ده 50 زي ما هو. 50 ده 50 سعره برضو من فتره 50 جنيه من اول ما صورته عند مريم. قلم كحلي ماك ده سعره كام ده يا مريان؟ ماك ده انا عاوزاكي تسيبي بقى الناس كده يا عم صبحي وتعالي معايا نصور الحاجات الجديده عشان انا ما اعرفش اسعارها. الماسك الطمي ده حلو قوي، هي كانت بتبيعه بسعر للناس اللي بتشتري مع الفرش، والمتابعين كانت عامله على الماسكات خصم 25. ده للمتابعين. يا بابا ده ب 25 للمتابعين. في كذا نوع، في النيله الزرقاء وفي الطمي ده وفي بالفحم. المشكله كلها انا مش عارفه اوصل له. ايه هو يا بابا؟ النيله الزرقاء واللي هو بالفحم النيله الزرقاء خلصت. واللي هو كان بالكيوي مفيش. طب اي حاجه من اتفضلي انزلوا لها بدري يا جماعه، الحاجه على الساعه 10 بتبتدي تخلص. ده بالخيار وفي بالكيوي ب 25، وفي ده بالجولد كمان ده جديد انا اول مره اشوفه. برضه ده ب 25 اللي بالذهب. طب وده 25 اهو بالكيوي. حد عاوزنا عندي. الكريم ده بتقولي حلو قوي للشعر. ده عامل كام ده؟ ايه يا بابا؟ عامل كام؟ 25. ناقصني ايه تاني؟ انت قلتي لي القلم ده بقى جديد ثابت 24 ده ساعه. كيكو. اغسلي وشك، انزلي ميه، اطلعي عرقي براحتك اللي انت عايزاه. ثبات 24 ساعه يعني ضد الميه، ضد الميه، العرق، التراب، اي حاجه ما بيهببش. ايه يا بابا؟ سعره كام؟ 60. عليكم السلام ورحمه الله. 60 جنيه. كده امسكي كده، ده اللي انت كنتي مديهولي. حاجه تاني في كحل ثابت 24 ساعه. ايه بقى الجديد من ديزار ده؟ مسكره عايزه ده باللوز ده؟ طبعا الشتاء داخل علينا بقى للجسم كله، كعب الرجل والبشره وكل حاجه. شمي بقى الريحه بتاعته. يعني افتح؟ ده هو اصلا مجرد ما تفتحي الريحه هقول لك. هو من بره هو متبرشم بس مبدئيا كده ريحته حلوه من بره من قبل ما افتح، فما بالكم بقى لو فتحت. طب قولي لنا كده سعره 50 جنيه. ادهن بيه الجسم. يعني ده تقول لك الجليتر بتاع الجسم ده حلو قوي كويس، يعني في عرايس كانت بتاخد منه. يلا يا مريم. يلا ايه، ما انا عطيتها كل اللي عندي. يلا يا مريم. طيب جربي لنا ده على ايدك بعد اذنك.
ده عامل كام الجليتر ده؟ 75. وزعي بقى كده عشان انتي كنتي مجربه لنا المسكره. مش عارفه بقى هو ظاهر معاكم ولا لا. ظاهر معايا. هو في طبعا درجات، هو في ممكن درجه تليق معاكي وفي درجه لا. الدرجه دي يا مريان مش لايقه مع ايدك لا فاتحه، ما تجيش على ايدي. مش جايه على ايدك. في درجات غامقه. طب ثمنه كام؟ او بلاشر معايا. طيب ده ثمنه كام يا مرمر؟ ثمنه كام؟ 75 يا بابا. 75. ايه بقى الجديد ده؟ جربي بقى في حاجه تانية في ايدك تانية. تعالوا بقى اقول لكم نروح لمرمر الوكاله ازاي لو انت اول مره بتتابعيني. انا لما بروح لمرمر ببقى جايه من على كوبري 15 مايو، كده انا موجوده ناحيه الكورنيش. هنزل بس من على كوبري 15 مايو وهعدي الطريق علشان انا همشي على الصف اللي فيه جراج وكاله البلح. كده بقى انا لو انا جايه من على كوبري 15 مايو، لو جايين بالمترو اقرب محطه مترو بتكون محطه مترو ماسبيرو، بتخرجي من المحطه وبتمشي في اتجاه زكي السماك. زكي السماك على يمينك والظهر الكوبري على شمالك، بتفضلي ماشيه تحت الكوبري لغايه لما توصلي لجراج الوكاله. ده كده جراج وكاله البلح السور الحديدي ده. انا هكمل بقى على طول، هيقابلني اليافطه دي بعد الجراج على طول. يبقى كده انا ماشيه على الصف اللي فيه الجراج. هيقابلني بعد الجراج كوبري 15 مايو، وبعد كده هيقابلني اول شارع بقى بعد الكوبري على اوله محل ملابس اسمه سنتر النور للملابس. كده اعرفوا ان انتوا ماشيين صح. بسيب بقى الشارع اللي على اوله سنتر النور للملابس وبمشي خطوتين بلاقي تاني شارع بعد الكوبري على اوله يافطة مول ممشى مصر. لو جايين بقى بالمواصلات من محافظات بتنزلوا للتحرير، ومن التحرير بتاخدوا اي ميكروباص رايح ساحل رود الفرج او رايح شبرا الخيمه، وبتخلوا السواق ينزلكوا عند مول ممشى مصر. خلصنا الشارع اللي فيه مول ممشى مصر بنمشي على شمالنا، بيقابلنا على اليمين مدرستين، مدرسة التحرير وجنبها مدرسة النيل وفرش مريان قدام آخر سور لمدرسة النيل التجريبية.